أهلا بالجميع. قصتنا اليوم غريبة شوي. حتبدأ باعتداء غامض على 3 رجال، وهذا الاعتداء بالذات هو اللي راح يفك لغز عصابة خطيرة حيرت مدينة كاملة. كيف؟ خلونا نشوف. طيب القصة كلها بدأت من مشهد غريب جدا. مشهد كان هو الشرارة الأولى اللي ولعت التحقيق كله. المكان مدينة صغيرة، والزمان ليلة هادية وروتينية. كل شيء كان طبيعي جدا خارج مركز الشرطة، لحد ما فجأة صار شيء غير مجرى الليلة بالكامل. تخيلوا معي المشهد. شرطي بيقوم بجولته العادية، وفجأة بيلمح رجل لابس أبيض بيقع على الأرض قدامه. لما بيقرب منه بينصدم. الرجل حالته صعبة جدا، عليه أثار ضرب وتعذيب وحروق شكلها غريب، كأنه أحد كان يذوب بلاستيك على جسمه. والصدمة الأكبر، على بعد كم متر لقى رجلين ثانيين بنفس الحالة المأساوية. طبعا أول سؤال بيخطر بالبال، مين هدول الناس ومين سوى فيهم كده؟ طيب، بعد ما تعافوا الرجال شوي بدت الشرطة تحقق معهم، لكن هنا بدت الأمور تصير أغرب. كانوا مترددين جدا في الكلام، وهذا التردد كان إشارة واضحة إنهم بيخبوا سر كبير. والغريب فعلا هو صمتهم. يعني تخيلوا، تعرضوا لكل هذا التعذيب ورافضين يتكلموا. هذا كان أول خيط للمحققين إنهم مش مجرد ضحايا عاديين، لا، كانوا خايفين وبيتكلموا بتردد، وهذا خلى الشكوك تزيد. ورا القصة دي في شيء أكبر بكتير. وبعد 15 يوم، تخيلوا 15 يوم من الضغط والتحقيق، واحد منهم انهار أخيرا واعترف بكل شيء. والحقيقة كانت صدمة. هم مش شيوخ كبار بالسن ومساكين، لا أبدا. طلعوا عصابة نصابين محترفين متخصصين في عملية احتيال معقدة جدا، بيوهموا الناس إنهم يقدروا يطلعوا كنوز مدفونة. طريقتهم كانت عبقرية بصراحة. كانت عبارة عن فخ نفسي مرسوم بدقة. ما كانت مجرد خدعة عادية، لا، كانت عملية مدروسة بتستهدف جشع الناس. بيبنوا الثقة مع الضحية خطوة خطوة، ولما يتأكدوا أن الطمع سيطر عليه تماما وتفكيره المنطقي توقف، بيضربوا ضربتهم وياخدوا الفلوس ويختفوا. ومع كل النجاح اللي حققوه، الثقة زادت عندهم، فقرروا يوسعوا شغلهم ويجربوا حظهم في مدينة جديدة. لكن هناك ارتكبوا غلطة عمرهم. هم شافوا هدف سهل، شاب صغير شكله مرتب بيسوق سيارة فورد فيستا. قالوا بس هذا هو صيدنا الجديد. لكن الحقيقة كانت عكس توقعاتهم تماما، وبأبشع طريقة ممكنة. الشاب ما كان ضحية ساذجة، طلع هو الصياد اللي استدرجهم للفخ. وهناك في المراج تحت تعذيب وحشي كانوا بيذوبوا البلاستيك على أجسامهم. ما قدروا يستحملوا، اعترفوا بكل شيء. قالوا لهم على مكان كل الفلوس اللي جمعوها، 50 مليون، كانت مخبأة في شنطة سيارتهم. وطبعا العصابة أخذت كل شيء في لحظتها. وهنا بدأت الصورة تتضح عند الشرطة. الهجوم على النصابين الثلاثة ما كان مجرد حادثة عادية ومنفصلة، لا، كان مجرد خيط صغير في شبكة إجرامية ضخمة كانت مرعبة المدينة كلها. على مدى شهور، العصابة هذه اللي بيقودها صاحب الفورد فياستا كانت عايشة المدينة في رعب. بدأت بسرقة الفلل بعنف، وبعدها انتقلوا لسرقة السيارات. كانوا جريئين جدا ومنظمين، لدرجة أن الشرطة كانت عاجزة تلاقي لهم أي أثار. التحقيق وصل لطريق مسدود لأشهر، فقررت الشرطة تغير خطتها بالكامل. قالوا خلونا نركز على القاسم المشترك الوحيد في كل الجرائم هذه، الذهب المسروق. هذا هو خيطنا الذهبي. وهنا كانت الحركة الذكية. الشرطة عممت تعليمات بسيطة لكن فعالة جدا على كل محلات الذهب في المدينة. أي شخص يجي يبيع ذهبا بدون فاتورة بلغونا فورا. كان هذا هو الفخ اللي راح يغير كل شيء. والخطة نجحت. صايغ ذكي شك في شابة بتحاول تبيع سلسلة ذهب غالية، وبلغ الشرطة. مسكوها واعترفت أن السلسلة لصديقها، مجرم معروف باسم ولد الفقيه. لكن النجاح هذا كان له ثمن غالي. العصابة عشان تنتقم وتحمي نفسها قتلت الشابة، وهذا أثبت للشرطة أنهم بيتعاملوا مع مجرمين خطيرين ومستعدين يسووا أي شيء. ونهاية العصابة كلها جت من مكان ما يخطر على بال أحد أبدا، حفلة حناء قبل يوم واحد من زفاف زعيم العصابة. تخيلوا، زعيم العصابة وأصحابه الظاهر كانوا في حالة سكر، عملوا مشكلة كبيرة في حفل الحناء الخاص فيه. اعتدوا على أهل العروس، وأهل العروس طبعا اتصلوا بالشرطة. لما وصلت الشرطة لبيت العريس عشان تحقق في موضوع الشجار، ما كانوا متوقعين أبداً إيش رح يلاقوا.
لقوا شنطة وبيطلوا منها مقبض سكين، ولما فتحوها كانت الصدمة الكبرى. الشنطة كانت مليانة بالذهب المسروق. هذا كان الخيط اللي ربط كل الجرائم ببعضها. والسكين، تحليل الحمض النووي اللي عليه كان هو الدليل القاطع، تطابق 100% مع الحمض النووي اللي لقوه في مسرح جريمة قتل الشابة اللي بلغت عنهم. خلص ما عاد في مجال للشك، كل الأدلة صارت ضده. ولما واجهوه بالأدلة انهار واعترف بكل شيء، كشف كل أفراد الشبكة. وهنا جات الصدمة الأخيرة، الصدمة اللي تتعلق بعروسته. طلعت مش مجرد خطيبته بس، كانت هي الطعم، هي اللي كانت بتستدرج الضحايا، خصوصا أصحاب السيارات، عشان يقعوا في فخ العصابة. والشيء المثير للتفكير هو أن العروس هذه كانت من عائلة محترمة ومحافظة جدا، وهذا يخلينا نسأل كم من الأسرار ممكن تكون مخفأة وراء المظاهر، وهل ممكن فعلا نعرف حقيقة أي شخص بالكامل؟ القصة هذه بتثبت أن الحقيقة أحيانا بتكون أغرب بكثير من الخيال.